مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد. ثاني لقاءاتنا الحواريه بيسعدنا وشرفنا يكون معانا النهارده الاستاذ محمود باه، الناقد الرياضي بجريده الشروق. اهلا بحضرتك معانا، مشرفنا ومنورنا. اهلا بحضرتك، سعيد بوجودي معاكي، واهلا بكل مشاهدينا على نايل سبورت. ان شاء الله يكون لقاء كمان ثري، ونحاول ان احنا يعني نجاوب على كل استفسارات الساده المشاهدين والموضوعات والقضايا اللي مطروحه. نشوف تداعيات القمة الأول الأهلي والزمالك وكواليس ما بعد هذا اللقاء. ماذا عن أبرز التعليقات، أبرز الأخبار وأصداء هذا اللقاء؟ هو طبعا على مستوى النتيجة كانت أعتقد اللي هي نتيجة متوقعة جدا بالنسبة لخسارة نادي الزمالك. أي نعم نتيجة كبيرة، لكن الظروف والمعطيات قبل المباراة سواء داخل الملعب أو خارج الملعب كانت كلها بتصب في صالح الأهلي. الأهلي فريق مستقر لم يهزم على المستوى المحلي، بطل افريقيا، بطل كل المسابقات اللي دخلها السنه دي، في مقابل الناحيه الثانيه تشتيت فني واداري وتغيير اجهزه فنيه، وكذلك برضو ما ننساش في بعض الاصابات المؤثره في صفوف الزمالك، سواء مصطفى شلبي اللي كان مؤخرا استعاد مستواه بشكل او لمع بشكل لافت في مباريات الزمالك الاخيره، في مثلا ركيزه كبيره زي محمود حمدي الونش مصاب، في نبيل عماد دونجا مصاب. فاذا كانت كل المعطيات على مستوى النتيجه كانت بنسبه كبيره متوقعه، حتى النتيجه الكبيره، الفوارق كبيره جدا بين الفرقتين. طبعا بخصوص النادي الاهلي يعني لا جديد، الاهلي دلوقتي اعصاب هاديه، كل تركيزه في الفتره الحاليه سواء الاداره او الجهاز الفني او الجهاز الفني بالتحديد هدفه ان هو ينهي، طموح شخصي ان هو ينهي الدوري بدون هزيمه بالنسبه لمارسيل كولر، عشان يرجع اللي عمله جوزيه من حوالي مثلا 17 سنه، كان اخر مره الاهلي يفوز بالدوري بدون هزيمه. على مستوى الاداره وعلى مستوى الاداره الفنيه طبعا التنسيق جاري بين كولر وبين مجلس الاداره بخصوص ملف الصفقات الجديده والاستعداد ورزنامه الموسم الجديد، وده حتى اللي اشار ليه مارسيل كولر. هو بينتظر اجنده دوري ابطال افريقيا ومسابقه السوبر الافريقي او كاس افريقيا الابطال، المسمى الجديد المسابقه الجديده اللي هينظمها الاتحاد الافريقي بين 8 انديه، كذلك مباراه السوبر الافريقي، وهي دي اللي منعه كولر حتى الان هو يحدد برنامج او مواعيد الاجازات. لكن طبعا ما عندوش الاجنده لسه لا لسه هو لسه اللي هي تبقى اجنده مؤكده ان في كلام السوبر الافريقي في شهر 9 لا ممكن يؤجل، في تصفيات كاس عالم هتبتدي، في تصفيات في بطوله افريقيا جايه، كاس الامم. بالنسبه للمعسكر في الاهلي الدنيا هاديه، بالنسبه طبعا للزمالك الدنيا مش هنقول مشتعله بس مزيد من التخبط، تفسيرات غريبه جدا لسبب الخساره والحديث عن السحر وامور غريبه في نادي الزمالك. ده تفسيرات مطروحه للخساره؟ يعني ده من جوه من مسؤولين محسوبين على نادي الزمالك فعلا. بس هو نادي الزمالك ما اداش في الشوط الاول، كان يعني الاداء كان واضح، كان متراجع، وحتى اسوريو نفسه وقال في المؤتمر الصحفي ان هو حمل نفسه ان هو المسؤول عن نتيجه هذا اللقاء. هو طبعا هو المدرب طبيعي يتحمل المسؤوليه، ان هو مش هيبيع لعيبته امام وسائل الاعلام، مش هيجرح فيهم او يقطع فيهم. لا، في بعض المديرين الفنيين بيطلعوا يقولوا اللاعب ده ما كانش كويس وده لاعب ما كانش كويس. يعني هو برضو يعني الموضوع اكبر من لعيبه نادي الزمالك او المدير الفني، الموضوع اكبر من كده بكتير. النجاح مش جوه الملعب بس، النجاح بيبقى بدايته من مجالس الاداره والمسؤولين والامور دي كلها. الدنيا مش منظمه في نادي الزمالك، شفنا السنه دي 4 أو 5 مدربين بيتعاقبوا على الزمالك، فيريرا، اسامه نبيه، شويه مدحت عبد الهادي، شويه فيريرا تاني، شويه احمد عبد المقصود، واخيرا اسوريو. فطبعا ده تخبط شديد جدا، في مقابل انت بتقابل فريق منتظم منظم دنيته معروفه بيسير بخطى ثابته. سمعنا طبعا عن كلام ان اسوريو في الفتره القادمه في حاله عدم رضا ان هو ممكن يرحل عن نادي الزمالك، وكلام عن عروض لمنتخب هندوراس بالتحديد. الكلام طبعا ان هو اسوريو كان ماضي عقد ان هو نهايه الموسم الحالي مع امكانيه التجديد بموافقه الطرفين، لكن الراجل طلع حتى في المؤتمر الصحفي عقب المباراه بيقول ان عنده شويه احتياجات هو منتظرها من اداره النادي. فطبعا ممكن ما يشاركش في البطوله العربيه؟ لا خلال ايام، ولا الكلام ده ممكن يكون بعد البطوله؟ لا ما اظنش، لا هو بيتكلم عن الموسم اللي جاي يعني. هي حتى هتبقى البطوله العربيه بالنسبه لنادي الزمالك هتبقى خير استعداد للموسم الجديد. تمام. لكن برضو مش عايزين نبالغ في التوقعات، لا الدنيا غير مبشره في نادي الزمالك، فالجمهور ما يحملش نفسه فوق طاقته عشان ما يفوقش على صدمه في البطوله العربيه. البطوله العربيه يبقى فيها مستويات اعلى، هيقابل النصر والشباب السعودي والاتحاد المنستيري. لا الزمالك اسمه اعلى من كل الانديه
يعني الزمالك اسما اعلى من كل الانديه دي وتاريخا، لكن على ارض الواقع احنا بنشوف دلوقتي الدوري السعودي رايح في حته تانية خالص، بيضم نجوم من اوروبا. ده بالظبط، انا كل يوم اقول صفقات، كل صفقه اعلى من الثانيه. الانديه العربيه نفسها او الانديه السعوديه نفسها بتستعد، يعني النصر السعودي قبل ما هيلاعب الزمالك بطوله عربيه هيلعب ماتش ودي مع باريس سان جيرمان، عنده جوله اوروبيه، جوله في امريكا، فلا هو خلاص هو دوري عربي بنكهه اوروبيه خلاص. لا يعني والدنيا عندهم منظمه، بعكس احنا عندنا في برضه تلاحم مواسم، ده طبعا بيأثر. فالموضوع في نادي الزمالك الدنيا مشتبكه شويه، حتى كلام وتكهنات عن بعض اللاعبين يعني عايزين يرحلوا من الفريق للتخبط الاداري، مش الدنيا صوره ضبابيه شويه. زيزو هيكمل ولا مش هيكمل، ولا هل في عروض تركيه زي ما قرينا وشفنا ولا ايه؟ بصوا هي دي دايما الكلام ده دايما متاح في فتره الانتقالات، يعني دايما يعني خصوصا كمان ان احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو ده من نجوم الدوري المصري مش من نجوم الزمالك، من افضل لعيبه الدوري المصري، راجل من هدافين الدوري المصري في اخر المواسم. لعب بشكل كبير جدا، يمكن هو من النقاط المضيئه القليله جدا في نادي الزمالك، زيزو مع فتوح مع سيف الدين الجزيري شويه، يعني دول ابرز 3 لاعبين في صفوف الزمالك دلوقتي. فدلوقتي الدنيا مشتته في الزمالك باللعيبه عايزه تمشي، وبرده موضوع امام عاشور برده في الحسبان، يعني في ناس تحس ان الدنيا مقسمه ما بين ازاي افكر امشي اطلع بره والدنيا ما مشيتش معايا ارجع على النادي الاهلي مثلا اللي هو الاكثر استقرارا والاكثر نجاحا. في الحسبان بالنسبه لبعض اللعيبه، يعني بعض التجربه بتاعت امام يعني حتى في شويه ايماءات بعض الصور بعد المباراه الناس ربطتها حديث بين محمد الشناوي واحمد سيد زيزو. اتكرر قبل كده كان بين كهربا وامام عاشور في مباراه الدور الاول، فربطوا الموقف ده بالموقف احمد فتوح وخصوصا ان الناني الاهلي برضو اللي هي مجرد تكهنات واستنتاجات، اللي هو برضو النادي الاهلي بيدور على بديل لعلي معلول. طبعا احمد فتوح من اللعيبه البارزه جدا في الجبهه اليسرى، الباك الشمال الاساسي لمنتخب مصر في اخر 2-3 فهي بتبقى مجرد استنتاجات، لكن الصوره في نادي الزمالك احنا بصينا لها بصه ثانيه، احنا بصينا لها العلاقه طيبه بين اللعيبه وان هم اصدقاء في المنتخب وحللناها من هذا المنطلق، كان نيتنا حلوه. بس هي طبعا هي العلاقه بين اللعيبه كويسه جدا، ما فيش اي مشكله زي ما حضرتك بتقولي، هم زملاء في المنتخب، لكن هي برضو ده يعني بيحصل في كل دول العالم اللي هي الاستنتاجات، وبتبقى حاجات بتبقى مثيره لفضول الجماهير. لكن في الوضع في نادي الزمالك لا، كل شيء وارد، يعني كل شيء وارد، لكن الصوره يعني مقلقه جدا، خصوصا الموضوع مش فيه ارتباك فني او ارتباك مالي وازمه مستحقات وتهديد بايقاف القيد بسبب مستحقات شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونه. هو الارتباك على المستوى الفني والاداري والمالي وكله يعني يكون حتى الكلام ان اسوري ممكن يمشي، ما ده مين اللي هيجي؟ طب هيجي اسوري والصفقات اللي هتيجي دي مين اللي هيوافق عليها؟ مين اللي هيختار؟ هل اسوري ولا اللي جاي؟ المفروض هيدعموا الصفقات نادي الزمالك قبل البطوله العربيه مش كده ولا يعملوا ايه؟ هو المفترض ان في اسماء متحدده جايه، لكن المشكله مين اللي هيختارها؟ طب لو اسوريو مشي، هو اسوريو بقى دلوقتي، لو اسوريو مشي زي ما بيقال هنعمل نفس المشكله اللي حصلت معاه لما جه، هو ما جاش ما اختارش الناس اللي موجوده. لا هو طبعا لا يسال، لا راجل جاي تقريبا في الامطار الاخيره في الموسم. هتحصل بقى لو هو مشي واختار دلوقتي قبل ما يمشي، برضه اللي هيجي على الاختيارات. لا هي بص، هو في نوع من القسوه عليه، يعني الناس بتتكلم عن اسوريو ان هو الراجل هو سبب الهزيمه، لا اسوريو مش سبب الهزيمه يعني. لا اصل هو لعب بخطه معينه لا تناسب، نفس الفكره اللي هو لا طب لا طب مين سبب الهزيمه برايك؟ السبب الاول بعيدا عن كل حاجه لاعبي نادي الزمالك، لاعبي نادي الزمالك. انا بحس ان في طبعا مش هنقول بقى معذورين معلش يعني، انت لعيب بتاخد، يعني انت مهنتك كره القدم صحيح، مهما كانت الظروف طبعا في كل مجال عمل بيبقى مليان مشاكل، الازمات ممكن تكون فاقت الحد، وفي لهجه غير مقبوله من رئيس نادي الزمالك تجاه بعض اللاعبين، وده حصل في فترات سابقه. لكن احنا حتى لما بنيجي نلعب كوره في الشارع حتى بيننا وبين بعضينا في ماتش ودي في حصه الالعاب زمان في المدرسه، ما بنبقاش عايزين نخسر. انا بحس ان في حاله من الاستسلام بعيدا حتى عن الازمات دي، سواء مع اسوريو او مع فيريرا، تحس ان نادي الزمالك بيستسلم بسرعه. انت نادي كبير، انت مش مقدر قيمه الفريق اللي انت بتلعب فيه، خاصه انت كمان مرتبك نادي الزمالك من اعلى الانديه اللي بتدي رواتب في مصر. فانت تكون حاله اللامبالاه ساعات بحسها والاستسلام، واللي هو ايه، الشماعه موجوده او المبرر موجود، طب العب واحرج الناس كلها. تمام. لكن اي نعم الظروف برضو، عشان برضو لا نقص على اللعيبه، الظروف غير مهيئه، لكن في نفس الوقت انت كلاعب خلي مثلا زي ما بنقول كده عندك نخوه، انت ما تخسرش. انا بحس ان في حاله استسلام. كذلك برضو في بعض اللاعبين مستواهم طبعا لا يليق بنادي الزمالك، يعني فليله الزمالك زي ما بيقولوا كبيره عليهم. في لعيبه مستواهم تراجع، في لعيبه
ما كانتش موفقه مثلا زي محمد صبحي حارس المرمى، عادي بتحصل، ويكون بس هو اللاعب مش في يومه. مميز بالظبط. هو بس برضو حظ. ده الحارس يعتبر الحارس الثاني لمنتخب مصر بالظبط. مش في يومه، عادي مش مشكله، بس ما بنقولش ان هو وحش على طول، بس لا هو لا. احد اسباب الخساره في المباراه دي في المباراه دي اللاعبين ثم الجهاز الفني. اللاعبين رقم 1، الجهاز الفني رقم 2. طبعا لان هو المدير الفني ممكن يكون يخونه سيناريو، يعني مثلا اسوريو مش عامل حسابه ان هو في الدقيقه بعد دقيقه ونص هيخش في جون. هو قال كده، قال ده اصعب سيناريو يتعرض انا له كاني بادئ الماتش خسران. هو قال الكلام في تصريحه، كان اول تصريح ليه قال الكلام اصعب سيناريو ممكن تتوقعه. وانا بحط يعني انا بحط التشكيل وبحط السيناريو في المباراه. دايما المدير الفني حتى لما بيكسب يقول لك اهم عنصر اللاعبين، اللعيبه هي اللي بتترجم عمل الجهاز الفني. اللعيبه ما ترجمتش عمل الجهاز الفني، بدليل انه بين الشوطين اسوريو عمل 4 تبديلات دفعه واحده، يعني غير نص فرقه نادي الزمالك. وغير شكل الفرقه صح. عشان يحتوي حاله الفوضى اللي كانت في الملعب في الشوط الاولاني. ومع ذلك الشوط الثاني كان شفنا اداء الزمالك صحيح. بعيدا عما يقال ان تراخي لعيبه الاهلي، لا، واداء الزمالك في الشوط الثاني كان مقبول صحيح. وكان كويس جدا، وهدد المرمى ولغايه اخر دقيقه، والنتيجه 3-1 في كوره في القايم، في كوره في العرضه. دي حقيقه اداء الزمالك تحسن بشكل كبير. طب ليه ده مش من الاول؟ مش ليه من الاول اتاخر لحد ما اللعب شوط بالطريقه دي، وده التغيير ده حصل في الشوط الثاني؟ بص، سيناريو المباراه خان اسوريو، مش حاجه اسمها انا اكون داخل وحاطط كل السيناريوهات المفروض. بس وزائد كمان ان لما يبقى نص الفرقه مش في حالتها ده صعب جدا. وفي خيارات برضو عنده، هو برضو اكيد لو اللي عنده بره افضل من اللي جوه ما كانش حط هذا التشكيل، ما كانش يعني بدا بالتشكيل ده. فهو برضو عنده الفرقه قوام نادي الزمالك قوام مش هنقول ضعيف، بس مش يعني التدرج في المستوى بعيد، يعني ممكن اللعيب 9 من 10 والبديل بتاعه 6 أو 5. في المقابل النادي الاهلي هتلاقي مثلا خط وسط النادي الاهلي بالكامل مش موجود. حمدي فتحي انتقل للوكره القطري، عمرو السوليه مصاب، مروان عطيه والده الله يرحمه طبعا بنقدم التعازي ليه، غاب عن المباراه. الثلاث لعيبه اساسيين، ومع ذلك اي نعم دخل قفشه، دخل محمد فخري، في ديانج، بس ما تحسش ان الفريق مهزوز قوي. الفريق لحد ما متماسك. يعني الاهلي في مثلا خط الهجوم كله هو ثابت، وخط الدفاع ثابت، وديانج اتغير 2 لعيبه، فالفريق فيه قوام مستقر. لكن صحيح. في نادي الزمالك بتحس ان لسه برضو المدرب في مرحله التجربه ويتعرف على قدرات اللعيبه يعني. ده تمام، دي صحيح حقيقه. طيب بالنسبه للمباراه وبعد انتهاء المباراه، الناس برضو اتكلمت، طب نادي الزمالك هيدخل بهذا المستوى البطوله العربيه ازاي؟ الجماهير قلقانه على نادي الزمالك في البطوله العربيه، فبيحتاج لتدعيمات. خلاص احنا يعني شئنا بقينا هيبقى في تدعيمات. ايه ابرز الاسماء المطروحه على نادي الزمالك؟ هل بالفعل احمد ايمن منصور اقترب من العوده لنادي الزمالك، وبالفعل اسوريو طلبه علشان هو بيجيد اللاعب بالقدم اليسرى زي الطلب بتاعه؟ هو طبعا هو صرح فعلا بكده اسوريو في المؤتمر الصحفي، وفي 2 لاعبين في مصر مميزين بالقدم اليسرى وبيلعبوا في مركز قلب الدفاع. يا احمد ايمن منصور يا ايمن اشرف في النادي الاهلي اللي هو مهمش تماما. اللي هو ممكن يمشي من النادي الاهلي. يعني لكن برضه في نفس الوقت ايمن اشرف يعني لحد ما مرتبط شويه بالنادي الاهلي. هتبقى انتقاله للزمالك مغامره كبيره، خاصه ان هو بقاله موسم كامل بره الصوره تماما. غالبا اللاعب الوحيد اللي مارسيل كولر ما شاركوش ولا دقيقه تقريبا يعني. لكن في نفس الوقت احمد ايمن منصور كان من المفترض ان هو يعود لنادي الزمالك في بدايه الموسم اللي احنا بنختتمه، لكن طبعا كان عنده شويه اجراءات تجنيد، فانتقل لطلائع الجيش عشان من ضمن اطار استكمال اجراءات تجنيد وكده. وبشكل ما يعني اثبت نفسه مع نادي طلائع الجيش، خاصه ان الموسم اللي قبليه كان بعيد عن الصوره شويه في بيراميدز وابتعد عن التشكيل الاساسي. فهو برده من ضمن اللاعبين اللي نادي الزمالك حاطط عينه عليهم، خاصه كمان ان الخيارات في الجبهه اليسرى لنادي الزمالك ساعات احمد ايمن منصور بيلعب ظهير ايسر. الخيارات في نادي الزمالك بعد احمد فتوح في حاتم سكر برضو لحد ما لعيب مميز وكل حاجه، بس شاب صغير هتحتاج فيه سبير تاني اذا كنت عايز تنافس على كذا بطوله، سواء مثلا دوري، كاس مصر، كونفدراليه في الموسم الجديد، في بطوله عربيه، فاذا هو ممكن يسد الجبهه اليسرى مع طبعا اعتزال محمد عبد الشافي. فاعتقد ده من ضمن المراكز. في كلام طبعا يقال عن اشرف بن شرقي وامكانيه عودته، خاصه اهلي ولا زمالك. اشرف بن شرقي كلام عليه، اتقال الاهلي، اتقال اترشح للزمالك، واتقال كمان الوداد المغربي امكانيه العوده مره اخرى للوداد، وقيل ايضا هو خلاص ساب الامارات اتفسخ عقده خلاص بعد موسم واحد. طبعا هو ليه شعبيه كبيره طبعا في نادي الزمالك. اشرف بن شرقي لعيب مميز، من افضل اللاعبين اللي جم في نادي الزمالك في الفتره الاخيره. لعيب عنده خبره اجواء الدوري المصري، مش هيحتاج وقت كتير.
زائد ان هو بيجيد اللعب سواء في مركز راس الحربه او الجناح او حتى تحت راس الحربه، فهو لعيب جوكر. لكن برضو السؤال يعني هو لاعب حر دلوقتي؟ يعني لاعب حر. لكن السؤال مين اللي، هل نادي الزمالك بوضعه الحالي بازمته يقدر ان هو الاقتصاديه يدفع وما يقال عن صحيح. ايقاف القيد، هل يقدر ان هو عنده يجيبه؟ الزمالك ما قدرش يرجع امام عاشور. يعني امام عاشور كان معروض على نادي الزمالك وتدخل بعض المحبين او المنتمين لنادي الزمالك عشان يرجع امام عاشور، لكن اداره النادي رفضت. ليه؟ علشان وقف القيد ولا عشان اللاعب لا نفسه؟ هو الموضوع خارج ميزانيه نادي الزمالك. يعني الموضوع النادي الدنماركي مستغل ان طبعا الدنيا طبعا دلوقتي مفتوحه، امام عاشور الاهلي، امام عاشور الزمالك، وقيل شويه بيراميدز، فكل ده بيوصل للنادي الدنماركي. فطبعا طمعان في مبلغ كبير. يعني هو اشتراه ب 3 مليون دولار على الاقل، مش عايز اقل منهم. وده حتى يعني اتفاق امام عاشور مع النادي الاهلي يعتبر تم بنسبه كبيره جدا جدا. خلاص المفروض اعلان الصفقه بكره بعد مباراه المقاولون العرب. لكن كان اللي كان معطل الدنيا شويه طبعا اجراءات حسم الدوري والاستعداد لمباراه الزمالك وعدم اثاره ضجه. وفي نفس الوقت برضو كان اداره الاهلي بتتفاوض مع النادي الدنماركي على اليه صرف مبلغ الصفقه وقسطها سواء على قسطين او على 3، خاصه برضو ان النادي الاهلي بيعاني من ضائقه ماليه، وده باعتراف المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، بيقول احنا عندنا ازمه في سيوله الدولار وعندنا ازمه ماليه، لان برضو الدوري المصري وعوائده مش بتغطي مصروفات النادي الاهلي، ان برضو رواتب نجوم الاهلي رواتب ضخمه جدا. فالايرادات اللي جايه للنادي الاهلي سواء من دوري ابطال افريقيا من الدوري المصري ما بتغطيش مصروفاته ورواتب نجومه. هرجع تاني بقى للمصروفات الانديه وعقود الرعايه، لكن بس عايزه اكمل موضوع الصفقات. شايف حضرتك ازاي موضوع ان لاعب في الزمالك يروح الاهلي، بن شرقي ممكن يجي الاهلي بدل ما يروح الزمالك؟ شايف ده هيكون تاثيره ايه على الجماهير المصريه؟ وهل احنا ثقافتنا بدات تتغير وتتعدل وخلاص بقى عالم الاحتراف دلوقتي العب النهارده في الاهلي بكره اروح الزمالك بكره اروح ما اعرفش فين؟ هل ده بقى طبيعي ولا لسه برضو الثقافه عندنا ممكن يحدث بيننا وبين بعض احتقان بين الجماهير؟ لا والله هو المفترض ان هي احتراف يعني بس طبعا برضو الجمهور دايما هو العنصر الوحيد اللي بيحكم بالعاطفه. بيبقى زي صعبان عليه العشره، صعبان عليه ان هو ياما هدف للاعب باسمه. لكن دلوقتي شفنا مثلا مؤخرا فئه كتيره او فئه كبيره من جمهور نادي الزمالك بدات تلتمس العذر، مثلا ان اي لاعب في الفريق ممكن ينتقل للاهلي في ظل حاله الفوضى زي ما بنقول الاداريه والفنيه والماليه في نادي الزمالك. فطبيعي يقول لك لا الراجل شايف الفريق الثاني بيكسب وبيروح كاس عالم انديه وبيكسب كل البطولات ومستقر، وحتى لما بيخسر البطولات مفيش مسؤول في نادي الاهلي بيطلع يتطاول ضد لاعب في الفريق او يتهمه باي شيء مشين او اي حاجه، او حتى زي ما بنقول يعايره ببداياته ويعايره بفقره ويعايره ببدايته البسيطه او قريته البسيطه. ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. فبرضه الجمهور بدا يلتمس العذر. لكن في نفس الوقت في ناس مثلا فئه من جمهور الزمالك مثلا يقول لك ماشي انا ما عنديش مانع انك تمشي من الزمالك بس ما تروحش الاهلي. بيبقى صعبان عليه برضه. ايوه بالظبط الاحتقان بقى. لان دلوقتي هي المنافسه الكوره في مصر من قديم الازل اهلي وزمالك. صحيح. فما يعني ما تزودش الجرح جرحين. صحيح. زي ما بيقولوا. لكن في نفس الوقت لا هي المفترض ان هو عالم احتراف، المفترض ان احنا كاعلام ننقل الثقافه دي. صحيح. اللاعب يا جماعه خلاص. دي مهنته. صح. بيدور على المكان الافضل بالنسبه له، سواء بقى في المكان اللي هينجح فيه اكتر، المكان اللي هياخد فيه فلوس اكتر. صحيح. وده مش عيب. صح. في الاخر هينفع لينا هيكون لمنتخب مصر. ما اللاعب ده لما يتالق هيديك لاعب جاهز ادخل بيه حضرتك حطه كده في منتخب مصر وتالق بقى وفوز وتاهل بقى لكاس العالم بقى في المجموعات. ماشي بس لا في الانديه لا يعني الانديه حاجه ما عندهم ما بيفكروش في منتخب لا مصر. لا احنا عندنا جمهور الانديه في مصر ما عندهمش ثقافه المنتخب. هم عندهم النادي الاول ثم منتخب مصر فعلا. عشان خلينا صراحه دي نقطه مش كويسه خالص. ده يعني من شده المنافسه. ايوه يعني من شده المنافسه. لكن دلوقتي برضو يعني تراجع مستوى نادي الزمالك وتراجع اداء نادي الزمالك ده مش في مصلحه المنتخب مصر. صحيح. لازم يبقى في منافسه يعني. لازم يبقى في منافسه، يبقى في اقطاب. لكن دلوقتي بنشوف الانديه الجماهيريه بتتراجع وجودها بشكل كبير. شفنا هبوط اسوان وغزل المحله. شفنا مثلا الاسماعيلي بينجو بصعوبه كبيره جدا. المصري لحد ما نتائجه اتحسنت شويه مع كابتن ميمي عبد الرازق كان داخل في دوامه. الاتحاد السكندري في الفتره الاخيره برضه في دوامه نتائج مش مقبوله. لا الدوري المصري يبقى افضل لمنتخب مصر لما يكون في الانديه الجماهيريه، لما يبقى في حضور جماهيري، لما يكون في منافسه. هرجع للنقطه دي بس خلينا نكمل الصفقات. ماذا عن جوستافو سوزا المهاجم المرشح للنادي الاهلي من اكتر من سنه واحنا بنسمع هذا الاسم، وما زال كولر بقى من السنه اللي فاتت والسنه دي هو مصمم على هذا. هو كولر كان فعلا من ضمن الاسماء المرشحه يعني بدرجه كبيره جدا في يناير اللي فات، وحتى كانت اسهمه اكتر من مايوكا. لكن الصفقه توقفت.
يعني اعادوا فتح الملف مره ثانيه، بس طبعا الاهلي بيدور على موارد، بيدور على نفس الوقت هل هيقدر يبيع بعض يعني اللاعبين. المشكله الفلوس دلوقتي واقفه في الصفقه، الفلوس. طبعا يعني دلوقتي احنا ازمه السيوله الدولاريه دي ازمه عالميه، طبعا. يعني تتعلق ببلد كامله مش بنادي. فطبعا الاهلي جزء طبعا من البلد او جزء من مصر كلها. فطبعا زائد في نفس الوقت المطالب الانديه بره، الاهلي اسم كبير، والاهلي لما بيروح زي كده مثلا لما مانشستر سيتي او باريس سان جيرمان او نادي كبير بيحب ياخد لعيب او بيفاوض لعيب، النادي بره عارف يعني اللعيب ده مثلا مقيمه ب3 جنيه مثلا، لما يشوف اهلي او نادي كبير اللي هو النادي الاكبر في افريقيا، النادي اللي بيروح كاس العالم للانديه، فاذا النادي بتاع اللاعب بيطمع في مبلغ اكبر. فبالتالي بتبقى الاداره برضو في حصار بين ازمه ماليه وتلبيه رغبه المدير الفني. صحيح. فبتكون اللي بيعطل الامور ازاي هندبر المبالغ دي، وهل مثلا النادي يقبل ان هو يقسط وفي نفس الوقت التفاوض مع اللاعب نفسه على الراتب بتاعه. فهي دي اللي بيعطل بعض الامور يعني. دي حقيقه. طيب هروح بقى مع حضرتك لموضوع تاني، والدرع الدوري. درع الدوري هيتم تسليمه مش بكره، مش مباراه المقاولون، المباراه التاليه. كان في كلام ان مستر كولر كان موافق ان هو يعني يتم تقديم الدرع بعد مباراه الزمالك، ورجعت الرابطه لا اخرت، وهم عشان وفقا قالوا علشان اداره النادي ما طلبتش ده يعني. ايه القصه بقى؟ قول لنا القصه دي، وامتى فعلا اخر موعد تم تسليم الدرع الجديد ولا ايه؟ كولر نفسه كذب البيان بيان الرابطه فعلا، ان هو استغرب، قال لك طب واحنا ليه ما ناخدش الدوري هو في ايه في انسب ان انا اكسب المنافس التقليدي بتاعي في المباراه أيوة. بتاعتي واستلم الجائزه بتاعتي اللي هي الدوري. يعني ده في مقابل بيان الرابطه بيقول ان هو بالاتفاق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بناء على رغبه كولر. طبعا طلع كولر كذب كل الكلام. طب ليه مباراه حرس الحدود؟ ليه مش مباراه المقاولين؟ لو هم مثلا الدرع ممكن ما يكونش جه ولا حاجه مش جاهز برضه، ولا ايه؟ ولا ايه قصه الدرع؟ هو جاي ده الدرع الجديد ولا الدرع القديم اللي لا تسليمه؟ الدرع القديم ده اخر مره خلاص. يعني الدرع المره دي القديم مش الجديد؟ من الموسم. طيب يعني اذا الدرع موجود يعني مش لسه جاي من بره. الفكره ممكن تكون يعني في ظل توتر يعني الاحداث بين الاهلي والزمالك وضجه امام عاشور، فمش عايزين التوتر الوضع. من الوارد مش عايزين، مع ان يا جماعه دي فرحه بتبقى كبيره يعني. الفريق لما بياخد الدوري في اي حته في العالم. طب ليه الحرس ليه مش المقاولين بكره مثلا؟ والله ده كلام يعني يسال فيه. احنا يا اما بقى بكره مثلا المقاولين ونهرب من الاهلي والزمالك، يا اما في اخر ماتش بقى المصري مثلا. لا احنا ما نقولش ليه، يعني ما نقولش ليه الحرس وليه المقاولين. ليه نطلع نقول ان كولر مش هو اللي رفض ويطلع كولر يكذب الكلام ده؟ طبعا دي تخبط مش مقبول بصراحه. في مشكله في القصه دي، اتمنى برضو توضيح الصوره. طيب برضو 120 مليون جنيه قيمه عقد رعايه الدوري المصري لمده 3 سنوات. الرقم ده ما اعرفش عليه علامات استفهام كتير، ايه راي حضرتك؟ يعني السنه 40 مليون. لو الرقم كده صحيح قليل في الموسم 40 مليون قليل جدا. قليل جدا. واحنا دلوقتي بنشوف صرخات من الانديه الشعبيه، المصري، الاتحاد، على 18 نادي، ده مبلغ بسيط قوي. يعني لا يعني مش هيساعد، خصوصا كمان في ظل ارتفاع رواتب اللاعبين مع دخول الانديه الاستثماريه زي بيراميدز وفيوتشر، في انديه شركات زي فاركو سيراميكا، في انديه زي زد والجونه. الانديه دي عندها كيانات اقتصاديه مستقله، فعندها لحد ما استقرار مالي. تمام. فطبعا الكلام ده مش هيناسب الانديه ولا يعكس قيمه الدوري المصري. لو هو صحيح هو ممكن اقبل ان هو 120 مليون في الموسم، لكن 120 مليون في 3 مواسم يعني كل موسم 40 ده بعيده جدا. هو يعني ده الخبر بالظبط كده بعيده وغريبه بصراحه يعني. هو رقم بالنسبه لي مثير للريبه جدا. ده غير طبعا البث بقى تلفزيوني اكيد. ما في طبعا البث ممكن ده يكون قيمه مسمى الدوري، اللي هو زي ما هنقول اللي هو الدوري على اسم الشركه الراعيه الجديده، ده اسمه مسمى الدوري. بس برضو كقيمه قليله جدا. صحيح. يعني فيها كده يعني علامات استفهام. هي يعني الرقم غريب بصراحه بالنسبه لي يعني. صحيح. طيب شفت بقى ازاي واصداء هبوط المحله واسوان من الدوري العام هذا الموسم، منافسه القويه ومباريات امس، وكانت ايه الاصداء الخاصه بيه؟ طبعا صدمه كبيره جدا لجمهور مدينتين في مصر، اسوان وغزل والمحله. اي نعم الموسم الجديد في بلديه المحله صاعد، فهيعوض الدنيا شويه. غزل المحله برضو لحد ما برضو نادي ليه خبرات كتيره، وارد جدا نشوفه تاني في الدوري المصري سريعا. لكن بالنسبه لاسوان مع بعد المسافه يعني كان
يعني ممكن ما نشوفش اسوان قريب، يعني احنا طبعا نتمنى. ما طبعا لان برضو خلي بال حضرتك الانديه الاستثماريه شغاله برضو تحت في الدرجه الثانيه. في انديه كتيره جدا وشفناها بتحقق مفاجآت في كاس مصر، زي النجوم، زي لافيينا. في انديه كتيره جدا شفنا زد فجاه بقى في الدوري الممتاز. فبالنسبه لاسوان، اسوان طبعا كان سيناريو درامي بصراحه، يعني خسر على ملعبه، وكانت مباراه غريبه جدا ومتقلبه في النتيجه كذا مره، وكان في سوء حظ الاسوان، لكن برضو فريق الداخليه قدم مباراه جيده ويستحق الفوز بالمناسبه. صحيح. لكن احنا يعني لما نقول احنا يعني احنا اللي بيحب الكوره عايز نادي جماهيري، عايز يشوف جمهور في الملعب. احنا شفنا امبارح اسوان بيلعب الداخليه، الملعب مليان، يعني تحس انك قاعد مش نايم بين فرقتين مثلا بدون جمهور، تحس انك قاعد عايز تقلب الماتش كانه ماتش ودي، يعني ما يشدكش. غزل المحله كانت مفاجاه كبيره جدا، خاصه ان هو بيلعب فريق حرس الحدود اللي اوريدي هابط يعني. بس فريق حرس الحدود لعب بنزاهه كبيره جدا، طبق الفير بلاي، فجر مفاجاه كبيره. بس لعيبه غزل المحله طبعا علامه استفهام، انت فرصتك في ايدك قدام فريق بيلعب للشهره، واللعيبه بتسوق نفسها للانديه اللي صاعده. شايف النتيجه دي راجعه لايه امبارح برضو في مباراه غزل المحله مع الحرس، وكان قدامها الفرصه وانت اللي بتلعب وانت اللي في ايدك اللي انت تكسب. المشكله ان فريق غزل المحله كان بادئ الموسم بشكل كويس جدا. ايه المشكله في مباراه امس بالتحديد عشان تصل النتيجه دي ويخرج فريق غزل المحله؟ ممكن يكون استسهال المباراه، ان خلاص ان الماتش مضمون، والحرس واحنا موقفنا اسهل. كده يعني هو كده حرس حدود هابط، فكده الماتش مضمون بالنسبه لنا، هنكسب في اي وقت. فالماتش زي ما نقول هرب من ايديهم. لكن غزل المحله كان بادئ الموسم بدايه كويسه جدا مع المدير الفني اللي هو حاليا في البنك الاهلي، بابا فاسيليو. وكان عليه برضو ده كان في اول الدوري كان بينافس النادي الاهلي على الصداره 4 أو 5 جولات، وكان ماشي بشكل كويس جدا. حتى فاكرين ازمته، لا ده عايز يمشي عشان يقبض بالدولار، لا يقبض بالجنيه بالظبط. نتائج غريبه جدا في الدور الثاني، يعني مش مفهومه بالنسبه لغزل المحله بالتحديد. حتى فريق اسوان قدم مباريات كبيره جدا مع كابتن ايمن الرمادي، وكان بدايته مباشره حتى مع كابتن ربيع ياسين، رغم النتائج الاولى الضعيفه في اول 3 مباريات، لكن كان الاداء مبشر. صحيح. والاسوان افرز بعض اللاعبين منهم مثلا احمد بالحاج اللي انتقل لنادي الزمالك. اسوان وغزل المحله هزموا الزمالك في يناير. يعني كان مشوارهم في الدور الاول ماشي بشكل كويس جدا. صحيح. الدور الثاني يعني فريق مش قادر يجمع 10 15 نقطه على بعضها. ايه اللي حصل في الفتره مع المدير الفني كابتن الرمادي؟ برضو كان المفروض انه قايم معاهم بدور، هي ما اعرفش ايه اللي حصل. قله خبره. وبعدين كثره تنقلات اللاعبين، وبصراحه من احد اسباب يعني مشاكل الكره المصريه اللي هي العقود سنه واحده. هو اللاعب بيجرب حظه، انا العب في النادي ده هبط، انا هاخد بعضي وامشي. يعني اسوان كام لاعب في فريق اسوان من ابناء اسوان؟ كان زمان فيه يعني كنا زمان بنشوف كابتن علاء ابراهيم في المنيا راح الاهلي، عصام الحضري من دمياط للاهلي. دلوقتي كام لاعب من اسوان من ابناء اسوان؟ كام لاعب من غزل المحله من ابناء غزل المحله؟ صحيح. فلا بقت الدنيا مش مستقره، مفيش زي ما نقول ايه، مفيش. احنا كنا مثلا ممكن اسمع لحضرتك دلوقتي فريق غزل المحله في اوائل الالفيه الجديده، حسام الشربيني، اشرف شيحه، سيد الاسراوي، اشرف ناصر فاروق حارس المرمى، بيتكلم اكرامي عبد العزيز، بيتكلم عبد اللطيف الدوماني. لا في اسامي كنا بنشوف مثلا اللعيب بيبقى بيقعد في النادي 5 6 سنين، لكن دلوقتي اللعيب كل سنه مع نادي شكل. فده طبعا ده ما ينجحش اي فريق. وفي نفس الوقت طبعا كثره تنقلات المدربين غريبه جدا. مثلا بدانا الموسم ببابا فاسيليو، بعد كده جه كابتن رضا شحاته شويه 7 8 ماتشات جاب نقطتين، بعد كده كابتن خالد عيد في اخر الدوري. ده تخبط واضح بالزبط. يعني غزل المحله كنت بعتبره اقوى فريق، يعني اكتر فريق كان ليه فرصه قويه في البقاء، وضيعها بغرابه شديده بصراحه. يعني انا بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره. غزل المحله كان محتاج يكسب او يتعادل ويضمن ان هو يقعد، خسر. صحيح. دي كانت مفاجاه كبيره. وكمان الجماهير كانت حزينه امبارح وبتبكي للاسف، سواء اسوان نفس القصه. اسوان بقى كانت صدمه ليه؟ لان هو بيلعب على ملعبه. يعني صحيح. بيلعب على ملعبه، كان منظر الجمهور كان شكله رائع جدا. بصراحه هنحزن على الجمهور ده ان احنا مش هنلاقيه السنه اللي جايه للاسف. يا سلام. يعني. وكمان افتقدنا ديربي المحله، البلديه والغزل، وشوف بقى الجماهير وصوره الجماهير. لا الحاجات دي كانت بتعمل رواج طبعا. ده برضو من ضمن الاسباب. لو كان رعايه الدوري المصري الارقام اللي موجوده اكبر من كده شويه، ابتعاد الانديه الجماهيريه كده بعد يعني مستقبلا مع الفوارق الكبيره الاهلي هينافس نفسه بامانه. لان النادي والاهلي هو المنظومه الاداريه المستقره اللي عندها لحد ما هيكله واضحه، اللي عندها جماهيريه ضخمه جدا، اللي عندها تسويق. يمكن اللي بينافسوا شويه او بينازع معاه شويه بيراميدز، لكن بيراميدز مش نادي جماهيري.
هو ده اللي مخلي بيراميدز ما بيكسبش الدوري او بيكسب بطولات. يعني يظل الوضع كما هو عليه في الدوري هذا الموسم القادم ايضا برايك؟ المفاجاه بص حضرتك اهو من اول السنه دي اهو المفاجاه ان الاهلي ما يكسبش الدوري. مش تحيز. بكل عناصر النجاح متوفره. العناصر الثانيه ممكن مثلا فريق يخش في المربع الذهبي فيروح بطوله افريقيا، لكن يكسب الدوري، اللي يكسب الدوري في مصر يا الاهلي يا الزمالك. غير كده صعب. غير كده صعب، لان برضو الجماهيريه بتفرق. الجماهيريه يعني انا بقول برضو يعني لولا الجماهيريه الكبيره جدا لنادي الزمالك اللي هي تعتبر في المركز الثاني خلف الاهلي، كان ممكن يلاقي نادي الزمالك داخل في دوامه زي الاسماعيلي والاتحاد والمصري. لكن جماهيريه الزمالك هنلاقي جمهور للزمالك هنلاقيه في بورسعيد واسماعيليه واسوان والمنصوره وفي مطروح وفي اسكندريه وفي كل حته، لكن جمهور الاسماعيلي في اسماعيليه فقط. صحيح. المصري في بورسعيد فقط، المحله في المحله فقط. مش هنلاقي حد مثلا في القاهره بيشجع غزل المحله اللي احنا بنقول عليها انديه الاقاليم. لكن الاهلي والزمالك جمهورهم ده في مصر حتة وبنشوف ده بيعكس الجماهيريه دي لما بنلعب مثلا السوبر المصري في الامارات او في قطر، كنا بنشوف الملعب متقفل على اخره جمهور اهلي وزمالك. فطبعا الاهلي والزمالك دايما بنقول عليهم برشلونه وريال مدريد افريقيا. دايما بنقول عليهم كده ان هم شعبيتهم كبيره جدا. فلولا شويه الجماهيريه اللي عند نادي الزمالك اللي بتمثل مثلا 40% او 35% من كتله الجماهير في مصر، لا كان نادي الزمالك كان بعد عن كده كمان. بدليل ان بيراميدز 5 سنين اهو مركز ثاني مركز ثالث. السنه اللي فاتت كان بيراميدز الثاني على حساب الاهلي. السنه دي بيراميدز الثاني على حساب الزمالك. صح. فده طبعا مؤشر خطر جدا يعني على الانديه الجماهيريه. تمام. يعني اتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق المصريه. هارد لك فريق غزل المحله، هارد لك اسوان. احنا فعلا كنا نتمنى وجودهم في الدوري، لكن يعني رب ضاره نافعه، يتعلموا من اخطائهم، يعرفوا ايه اللي حصل، يبداوا ان هم يغيروا المنظومه، يبحثوا عن اسباب النجاح. ان شاء الله يكون القادم افضل ليهم. طبعا مبروك للداخليه، خلاص ضمان بقائها في جدول المسابقه، وطلائع الجيش والاسماعيلي من قبلهم. ان شاء الله يكون كمان شكل الدوري ليه طعم، ليه يعني شكل مختلف عن المواسم الاخيره، ودايما نشيد بيه ان شاء الله. استاذ محمود باهي، ناقد الرياضي بجريده الشروق، شرفتنا نورتنا، كنت ضيف عزيز علينا. شكرا لحضرتك، واتمنى ان انا كنت ضيف خفيف زي ما حضرتك قلتي، وشكرا لكل مشاهدينا وكل الزملاء العاملين خلف الكاميرات. شكرا لحضرتك. بكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا النهارده. كل التحيه والتقدير لفريق عمل هذه الحلقه. غدا انتظرونا فريق عمل جديد ومتابعات جديده واصداء الملح.